صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل اكبر قالب جبنه من كيلو لبن واحد بطريقه سهله جدا جدا. غذي مفيد لذيذ مضمون. هتخسري كتير جدا لو مجربتيش تعملي حاجتك في البيت وتوفري وتدبري، وكمان تحافظي على صحتك وصحه اولادك وصحه كل اللي بتحبيهم من الامراض ومن المنتجات الغير مضمونه. قبل ما نبدا ما ننساش الصلاه على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. هنحتاج كيلو لبن واحد، طبعا لو عايزه تزوديه 2-3 كيلو زي ما يعجبك، هي الطريقه سهله جدا، بس يفضل اللي اول مره اعملي بكيلو واحد كتجربه طبعا. افضي اللبن في اللبانه وهرفعه على النار لحد ما يغلي، واسيبه هنا لحد ما يبرد. وفي الوقت ده انا هوريكم احنا هنستخدم المنفعه البكتيريه اللي بتتباع عند اي حد بتاع البان، او ممكن نشتريها من عند الناس اللي بيعملوا جبنه. هي متوفره جدا واسعارها رخيصه قوي. مثلا انا بشتريها الحجم ده بحوالي 10 جنيه بس، تكلفه بسيطه قوي، وبيفضل موجود عندي في التلاجة. احتفظ به ببرطمان نظيف، ممكن يقعد عندي شهر او شهرين مش بتبوظ. ده بيكون لونها اصفر كده خفيف. اهم نقطة ان اللبن ما يكونش سخن جدا، يكون بارد الى درجة كبيرة، يعني يكون حوالي 30 او 35 درجة بس. ممكن يكون عندك ترمومتر تقيسي بيه، ما عندكيش ترمومتر ممكن بايدك هتقدري تعرفي درجة السخونة قد ايه. هنضيف على كل كيلو لبن معلقة واحدة بس من المنفعة البكتيرية. في طرق كتيرة جدا لصناعة الجبنة، لكن دي الطريقة المصرية الاصلية، جبنة القريش بتاعتنا. بمجرد ما بنضيف المنفعة على اللبن بالظبط دقيقتين بنلاقي اللبن جبن بالشكل ده. لازم في المرحلة دي نستنى حوالي 10 دقايق لربع ساعة لحد المنفعة ما تشتغل كويس جدا في اللبن. 10 دقايق بالظبط وبدأت المنفعة عندي تشتغل والجبنة تتكون عندي بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. طبعا بيحتوي على حوالي 85-90% منه مية، والباقي املاح معدنية وكالسيوم، فلازم نصفي اللبن كويس جدا عشان خاطر نقدر نحصل على الجبنة. سهلة جدا، هجيب طرحة من عندي من البيت او شاشة لو متاحة، وفي مصفى هبدأ اصفي اللبن. هبدأ اصفي بقى الشرش من الجبنة لحد الجبنة كلها ما تلم معايا. هيطلع منها حوالي 50% مية. المية دي يا جماعة احنا هنستفيد بيها جدا، تبقى مفيدة جدا في عمل المعجنات، مفيدة جدا للصحة. عشان احصل على قالب انا جبت هنا قالب توست، وهمسك اضغط على الجبنة بحيث ان انا اسويها على شكل مستطيل. طبعا انت ممكن تعمليها في شكل مدور، مفيش اي مشاكل في قالب مدور. تستخدمي اي علبة بلاستيك عندك واضغط فيها الجبنة بحيث احصل على الشكل اللي انا عايزاه. انا الاول ضغطت عليها وسويتها بالمعلقة، وبعدين هضغط عليها بالطرحة وهضغط بايدي كده ضغطة خفيفة. سيبها برضو حوالي من ربع لنص ساعة. وبعدين اطلعها من القالب. شايفين ما شاء الله قد ايه كمية الجبنة اللي خرجت من كيلو لبن واحد. هنضيف عليها هنا رشة ملح، الكمية اللي تحبيها. قدميها لأولادك جنب جبنة، جنب زيتون، جنب فلفل أخضر. طعمها جميل جدا ومضمونة وصحية، بدون مواد حافظة، بدون زيوت مهدرجة. ما شاء الله جميلة جدا وكاملة الدسم، طعمها حلو جدا، أحلى وأطعم من أي جبنة تشتريها من بره.
وهتعملي تشيز كيك مش هتضيفي عليها اي ملح، وطبعا هتضيفيها كده على الكيكه بطريقه سهله جدا. عشان نحافظ على الجبنه لاطول فتره ممكنه هنضيفها في علبه في التلاجة، وهنضيف عليها حبه من الميه اللي خرجت من اللبن بتحافظ عليها، وطبعا الميه معقمه لانها مغليه. وبألف هنا على قلوبكم. اتمنى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحه وعافيه.